الساعة دلوقتي 4:30. رايحين نجري تريل في الجبل 20 كيلو ان شاء الله. انا للأسف مطبق فمش نايم، فحاسس ان الطاقة تحت قوي قوي قوي، ولكن ان شاء الله ممكن نفوق في التمرينة. فهاخدكم معايا، مش هطول عليكم اكتر من كده لان انا اوريدي متأخر. ف سيو هناك. لسه واصلين الجبل دلوقتي، هنبتدي جري ان شاء الله. هوب في 20 كيلو، مش عارف بقى هعمل 20 كيلو دي ولا لأ. وايه تاني؟ وبس انا لسه نايم، يعني انا لسه برضو مطبق، فحاسس ان انا مش مركز برضو قوي. فسيو ان شاء الله في التريل. انا كنت بحسبك بتصوريني بس ما طلعتش بتصوري. المفروض المكان اللي احنا هنجري فيه. وراح دلوقتي الجيم، هيبقى علينا تشست وترايسبس ان شاء الله. التمرينه هتبقى كويسه. الموضوع اللي حابب اتكلم فيه النهارده هو الايمان. هل انت صدقت بجد ان انت تقدر توصل للي انت عايزه؟ يعني هل انت مؤمن بكده بنسبة 5000%؟ لان انا شايف ان دي من وجهة نظري هي دي نص المعادلة. انا بؤمن باللو اوف اتراكشن جدا، بس برضو مش شايف، يعني برضو في ناس برضو مؤمنة بيه زيادة على اللزوم. ان هو انت لو بتفكر في حاجة 24/7 فانت هتجيلك والكلام. انا مش شايف ان الموضوع بس سطحية دي، بس انا شايف ان انت لو انت مصدق 100% انك تستحق المكان اللي انت عايز توصل له، او الوظيفة او الفلوس او اي حلم انت عايز توصل له او بطولة انت عايز تاخدها، لو انت مصدق بنسبة 100%، مش بتضحك على نفسك انك مصدق، لو انت مصدق بنسبة 100% انك قادر توصل للمكان ده، انا شايف ان ده 60 او 70% من الطريق. لان انت تصديقك للموضوع ده هو اللي هيخليك تشتغل ليل ونهار. يعني هي الفكره مش بس في تصديقك، بس هو التصديق لو انت فعلا انت شايف نفسك هناك، انت شايف نفسك معاك الفلوس دي، انت شايف نفسك معاك العربيه دي، انت شايف نفسك كسبان البطوله دي. تصديقك بنسبه 100% هو اللي هيخليك تحس طب ما هو الموضوع كله وقت ومجهود. يعني هو كده كده النتيجه انت شايفها، كده كده النتيجه حصلت، بس هي حصلت قدام، بس انت لسه ما وصلتش قدام. انت فاهم قصدي؟ يعني كده كده البطوله دي انت اوريدي خلاص واخدها، بس انت هتستلم الجايزه كمان سنه. كده كده العربيه دي انت اوريدي خلاص راكبها، هي راكنه تحت البيت، بس انت هي دلوقتي مش راكنه تحت البيت، بس هي كمان سنه سنتين هي راكنه تحت البيت. لو انت مؤمن بده بنسبه 100%، انا شايف ان ده 70% من الطريق. ليه 70% من الطريق؟ اولا عشان انت خلاص انت حققت انك شايف الموضوع ده، فانت حاسس بيه، انت حاسس هو هيخليك سعيد قد ايه، هيخليك حاسس باكتفاء قد ايه. وبلس ان ده هيبقى اكبر حافز ليك انك ما تنامش وتشتغل على الموضوع ده 24 ساعه. هو مفيش حافز اكتر من كده. ليه؟ انت اوريدي شايف المنظر، انت اوريدي شايف خلينا مثلا نوحد مثلا موضوع واحد، خلينا نقول مثلا ليتس سي رقم معين مثلا في البنك. انت مثلا عايز يبقى معاك خلينا نقول $1,000,000. انت شايف $1,000,000، انت عارف انت هتصرفهم فين، انت عارف انت هتساعد مين من اهلك، هتساعد مين من صحابك، العربيه اللي انت هتشتريها، البيت اللي انت عايز تشتريه، انت شايفه. هو اللي موقفك بس بينك وبين $1,000,000 مش الظروف، هو الوقت. بس كده كده $1,000,000 دي جايه لك. فنصيحتي ليا وليك، اقعد مع نفسك وحاول ترتب انت عايز ايه بجد في حياتك، عشان انت ممكن تكون
فاكر انك عايز حاجه وانت مش عايزها. واكيد انت وقعت في المشكله دي 1000 مره قبل كده، انك تبقى مثلا بتتمنى حاجه وبعدين بعد ما تجيلك تحس انا ما كنتش عايز الموضوع ده، او الموضوع ده جيب مشاكل انا ما كنتش متصوره، او الموضوع حتى ما جالكش فانت تحس اللي هو لا انا ما بقتش عايز. يعني اكيد مثلا في مره كنت بتتمنى مثلا انك تسافر مكان، وبعدين لما ما سافرتش حسيت ان يا لهوي انا لو كنت سافرت كان هيحصل لي مشكله او كده. فخلاصه الموضوع اقعد مع نفسك النهارده وشوف انت بجد بتتمنى ايه في حياتك ال5 سنين مثلا اللي جايين. انا بحب الويندو بتاع 5 سنين ده لانه بحسه ويندو اللي هو كبير قوي، اللي هو بقى عايز تبقى ايه بقى بعد مثلا 10 20 سنه، ولا هو برضو صغير قوي. يعني انا حاسس الويندو بتاع 5 سنين ده يقدر يغير حياه واحد بنسبه 180 درجه. كنت اقول 360 درجه اللي هي ترجع تاني، بس انا في ناس بيتابعوني من هندسه فلازم اخد بالي من كلامي. فبنسبه 180 درجه الحاجات اللي انت عايزها واكتبها في ورقه واقعد مع نفسك كده وحاول تصدقها ان هو طيب اللي عندهم البيت ده او الفيلا دي او العربيه دي هم احسن مني في ايه. انا مش بقولك ما ترضاش، وعايز اعمل فيديو تاني اساسا اتكلم في فكره ايه الفرق ما بين الطموح والرضا. وانا عن نفسي شايف فرق جوهري ما بين الطموح والرضا. فاقعد مع نفسك اكتب الحاجات اللي انت عايز تعملها وخليك مؤمن تماما ان ربنا كريم جدا 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 ان هو يديك كل الحاجات اللي انت عايزها، ولا هينقص من ملكه اي حاجه. انت فاهم قصدي؟ تقعد مع نفسك اكتب الحاجات اللي انت عايز توصل لها، صدقها. انا دلوقتي مش بتكلم على الشغل، مش بتكلم على الافورت اللي انت المفروض تحطه، انا بتكلم على فكره انك تبقى مصدق الموضوع بنسبه 1,000,000%. التصديق ده لوحده هو اللي هيخليك شعلة عايز تشتغل 24 ساعه. love you guys. هوريكم التمرينه. Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer orgia, você tá em cima da piroca 24 horas por dia. Ela se decada por cima da vida. Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia. Ela se decada por cima da piba. لسه مخلصين جري الساعة 7، فخلصنا جري عملنا 21 كيلو. سمية we did 21 right? Yes. We did 21 kilos. We didn't walk الحمد لله. والله العظيم حتى ما جبناش 5، يعني عملنا 4.97 حاجة شبه كده. فبس المهم عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم دلوقتي يا شباب، الا وهو لو 100 guy versus 1 gorilla مين اللي هيكسب؟ انتوا شايفين ايه؟ لو 100 راجل versus 1 gorilla، يعني لو 100 راجل اتخانقوا مع غوريلا واحدة مين هيكسب؟ انا شايف لا. إذا الغوريلا قوية وكبيرة وهايجة أكيد حتكسرهم 100% 100%. انت شفتيهم بيتخانقوا قبل كده؟ كلامك صح، يعني فاهمه لو 25 جم من هنا و25 من هنا و25 من هنا و25 من هنا اوكي ممكن، بس الغوريلا برضو قويه جدا جدا. فمش عارف، انا شايف ان الساينس بيقول ان احنا we have no chance هنخسر. اصل برضو ال100 راجل دول مين؟ يعني هل 100 راجل شغالين اي تي في شركه ولا 100 راجل اثليتس كده ضخام؟ اكيد. فعايزين حد يتبرع بالغوريلا بتاعته عشان نشوف الموضوع ده مين اللي هيكسب. سيو في الفطار.